مؤسسة الرحاب الخيري فرع كربلاء التحدي مقابل مستشفى الإمام الحجي الخيري الكائن في حي التحدي، متواجدين طيلة أيام الأسبوع لقضاء حوائج ومتطلبات المواطنين بأدارة سجاد المالكي. يتطلع العراق إلى دور كبير لمنظمات المجتمع المدني الإنسانية والخيرية في العراق بعد سقوط النظام السابق. ولقاءنا هذا اليوم مع مدير مؤسسة الرحاب الخيرية في كربلاء الأستاذ سجاد المالكي. أهلا وسهلا أستاذ سجاد. وبكم أكثر، الله يحفظكم إن شاء الله. بداية حدثني من هو سجاد المالكي؟ أنا سجاد المالكي مدير مؤسسة الرحاب الخيرية فرع كربلاء التحدي. مقرها مقابل مستشفى الحجة، ومؤسسها الأستاذ حسين أحمد المالكي أبو رحاب. المؤسسة تأسست بعد سقوط النظام، ويعني بدون دعم حكومي، أي دعم حكومي، دعم ذاتي من الحاج أبو رحاب، وباشرت بأعمالها مساعدة العوائل الفقراء والأيتام والمحتاجين وعوائل شهداء الحشد الشعبي. علما أن المؤسسة تكفلت بعشرات العمليات من المرضى المواطنين الفقراء والمحتاجين، وبدعم بدعم خاص من الحاج حسين أحمد المالكي. علما أن المؤسسة لديها تنسيق مع دوائر الدولة، بكافة دوائر الدولة، وتنسيق مع الجامعات، تخفيض الأجور الطلبة، وعندها دائما عندها عمل خاص بالمؤسسة، دعم خاص من الحاج أبو رحاب، عوائل الشهداء، من محتاج علاج، اللي محتاج مساعدة، اللي محتاج مبلغ مالي. الحاج أبو رحاب حسين أحمد المالكي هو سباق فعل الخير، وإن شاء الله مستمر سابقا وحاليا مستمر. سابقا الحاج أبو رحاب من خلال التعيينات للشباب، الداعم المباشر للشباب، الحاج حسين أحمد، ومشهودة لكربلاء كلها تعرف إنجازه ووقفته للعالم العوائل والشارع الكربلائي. سمعنا أن هناك لديكم تخفيض الأجور الدراسية لبعض الطلاب، تحدث لنا عنه. نعم، اكو تخفيض سنويا عن طريق وتنسيق الحاج أبو رحاب، عن طريق الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية، عن طريق معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأهلية. يوجد تنسيق مباشر من الحاج أبو رحاب المالكي، وعندنا سنويا احنا مستمرين بالتخفيض للطلبة اللي من عوائل المحتاجة. هل لديكم فروع في كربلاء غير فرع التحدي؟ نعم، عندنا الفرع الرئيسي في قضاء الهندية، وعندنا الفرع الثاني عندنا فرع بالشهداء سيف سعد، وعندنا فرع التحدي. فرع التحدي مقابل مستشفى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. ونحن نشكر وكالة الأنباء الميقات للأنباء لدعمها مؤسسة الرحاب في محافظة كربلاء، ونشكركم جزيل الشكر. شكرا جزيلا أستاذ سجاد المالكي على اللقاء. نتمنى لكم موفقين إن شاء الله دائما في دعم الشباب والأيتام والأرامل وغيرهم. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا مشاهدينا الأعزاء، ونلتقي بكم في برنامج جديد وشخصية أخرى من شخصيات منظمات المجتمع المدني في العراق. شكرا جزيلا، في أمان الله. في أمان الله.